النهارده بقى جولة جديدة في أول يوم من أيام مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي للفيلم القصير. احنا بقى بعد ما جهزت أنا ويسرية نزلنا وقررنا إن احنا قبل ما نمشي نصور التيكت بحيث إن هي تبقى ذكرى وكده، عشان كمان كنا مبسوطين بيها. كده روحنا ركبنا المنشية علشان المهرجان كان معمول في مسرح عبد المنعم جابر. دي بقى كانت الضوافر اللي أنا عاملاها، كان أول مرة أعمل اللون الأبيض فكانت عجباني جدا. هنا اول ما وصلنا مسرح سيد درويش كان الشكل حلو قوي جدا والبنرات كانت جميله. هنا كنا بنتصور عادي، حاولنا ان احنا ناخد لقطات قبل ما ندخل او قبل ما نبدا المهرجان. هنا اول ما الريد كاربت اشتغلت او ابتدوا الناس تيجي، كان في زحمه جامده قوي. كان الناس دي كانت لطيفه قوي، مش عارفه الاسامي بس الناس لطيفه جدا. الفنان والمبدع سيد رجب كان بجد مكسر الدنيا وكان عامل حاجه فوق العظمه اول ما جت الدنيا اتقلبت عليه، وبجد لان هو فنان خطير ويستاهل الاحترام والتقدير، وبجد موهبة. وبجد بجد يعني انا مبسوطة جدا ان انا كنت في المهرجان ده وان انا شفت فنان بالجمال والحلاوة دي. طبعا انا طبعا حضرتك انت ما ينفعش تحط مايك جوه الكاميرا كده، ده غلط. انتقل للفنانة رانيا يوسف اللي كالعادة أثارت الجدل بالفستان الجامد اللي هي كانت لابساه، وبعد كده رحنا للفنان والمبدع واكتر حد بجد بحبه في الدنيا دي كلها الفنان احمد مجدي. بجد شخصيه جميله جدا وشخصيه محترمه قوي، وبجد يعني انا مبسوطه جدا ان هو من لجان التحكيم السنه دي في المهرجان. بعد كده ننتقل للفنان حمزه العيلي، بجد شخصيه محترمه جدا وشخصيه متواضعه قوي، وبجد من اكتر الشخصيات المبهجه اللي انا شفتها امبارح. حمزه حمزه. هنا بقى بعد ما دخلنا دار الأوبرا بجد كان تحفة جدا. هنا الجمهور كان شائع وكبير قوي، المهرجان السنة دي كان العدد فيه أكبر من السنة اللي فاتت. هنا بقى كان السلام الجمهوري قبل بدء المهرجان. وبجد يعني حاجة حلوة جدا ومحترمة قوي. دلوقتي الافتتاحية بتاعة المهرجان مع أجمل فرقة، بجد الفرقة مبدعة جدا وأبهرتنا كلنا، وبجد يعني كانت حاجة فوق الروعة. يا اسكندرية يا أجدع ناس يا أجدع ناس. قوم الفجر يا يلا بينا على باب الله يا صنايعية العين صباح الصباحية الصباحية. ودلوقتي بعد الافتتاحية دخلنا على مقدمة المهرجان. المنافسة في المسابقات المختلفة والعمل أيضا على الخطة التقنية والتنفيذية للبرامج الأساسية والموازية وبعد المقدمة دخلنا على تسليم الجوائز، وتعالوا نشوف. المكرمة الأولى هي مخرجة ومنتجة لها دور فعال ومؤثر في دعم وإنتاج الأفلام المستقلة في مصر والمنطقة العربية. أنتجت أكثر من 100 فيلم وثائقي قصير. هنا بقى انا ويسرية من داخل القاعة كنا مبسوطين جدا 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 من اللي بيحصل. دلوقتي بقى تكريم الفنان المبدع سيد رجب. النهارده المهرجان بيكرم فنان الناس كلها بتحبه، بس مش هنعلن عليه. هنستدعي فنانة جميلة شرفتنا في اسكندرية عشان تتكلم عنه بحكم صداقتهم الطويلة لبعض. هنستدعي الفنانة سلوى محمد علي. اول حاجة شغلوا برومو كان لامم فيه كل حاجة، كل اعمال الفنان من افلام ومسلسلات، مسيرته المهنية كلها كانت متجمعة في برومو واحد، وبجد فنان شاطر جدا. دلوقتي بقى اللي سلم الجايزة للفنان سيد رجب الفنانة سلوى محمد علي، لأن هما في ما بينهم عشرة وفي ما بينهم يعني مسيرة عمل كبيرة جدا. هنا بقى الفنان كان طالع على الستيج عشان يستلم الجايزة بتاعته. بجد بجد فنان في منتهى الجمال وشاطر قوي، وبجد أنا بحبه جدا جدا. دلوقتي ختام المهرجان بالفيلم زي كل سنة.
كده الفلوج بتاع اول يوم خلص، واستنوني في الفلوج بتاع تاني يوم. باي باي.